بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم مروان البرنس الساقس. حبيت نحكي شوية على الأمور، يعني في الأمور اللي صارت في القصرين، ونطرحها مع الوفيات اللي في القصرين. هذوك مرام كلهم إخواتنا وكلهم عزوا علينا أكثر من أي حاجة. ما أنا مشكلتي اللي قلقني، معناها أنا نحس اللي معنا القصرين ديما كان في الحين كيف الكلام يتكلموا، كل ما يصير لهم مصيبه فهمت ولا يتكلموا يقولوا شبيه الحكومه عملتش معنا هكا، شبيه الحكومه عملت معنا هكا، شبيه الاخر ما عندناش، شبيه الوزير الاخر ما جاناش، شبيه الوزير الاخر ما جاناش في نهار الواقع. نحب نقول لكم وراكم انتم مشكلتكم تحلوها بيديكم انتم، ما تستناوا حتى شيء من الحكومه، ما تستناوا حتى شيء من الدوله، خاطر الدوله زي وفات والحكومه تعبه ياسر وفاشله وما عندها حتى قيمه. هذه حكومه تصريف اعمال، حكومه دي تصريف اعمال، ما تستنى منها حتى شيء. حكومة املاءات. انت يلزمك القصريني ولا المرأة القصرينية يلزمها تقف على حقها. علاش انتم زاد حلبوا عليكم كل مرة تصير لكم مصيبة ويحقروكم على خاطر انتم ديما ساكتين، ديما عاملين معناها كل مرة ديما ما قد ما تاكلوا ستاق وديما ساكتين. راكم لازم تعرفوا انتم عندكم حق، مادام بطاقة التعريف بتاعكم فيها علامة تونسي، راكم توانسة، مادام تخلصوا في الماء والضوء، راكم توانسة، راهو حتى حد عمل عليكم زين. وراهو احنا في الساقس ولا في اي معناها بلاد مع اي ولايه معناها في تونس، رانا معناها نتاسفوا على خاطر اخواتنا، خاطرهم اخواتنا، وكنا رانا نعانيوا وسطوا الساقس قاعده تعاني ما تهميش، كيفنا كيفكم. بون انتم معناها اموركم اصعب شويه، احنا نحترموكم راكم انتم اخواتنا فهمت. اما اذا كان تقعدوا تسكتوا كل مره تصير لكم مصيبه تتكلموا وبعد يعطيكم سياسه هذيك الاسبرين يركحوكم، واحد يقول شيء راكم زدتوا تاكلوا في الاعصاب وما زدتوا تتمردوا، راكم انتم عاملين مزيان الحكومه هذه، والحكومه هذه راكم انتم انتخبتوها وبعد صار راكم انتم طيشين كل مره مهازل بلاتوات كانوا تنزل يحكيوا عليكم وانتم على اعتبار الدور اللي وليتوا في عود انتم تحبوا معناها تتقمصوا دور الضحيه، تتقمصوا دور المسكين، يزيكم ما نفعكمش. ما نعرفكمش السياسه هذه، لازمكم تقفوا على حقكم وتتكلموا وتعتصموا اعتصام سلمي وتتكلموا وتقولوا راهو احنا ما عادش يساعدنا، خاطر اذا كان مش عاود تبدوا مره اخرى مش تعاود تصير لكم مصيبه اخرى، لا عندكم لا كيسات، لا عندكم لا صرف صحي، لا عندكم حتى شيء تتكلموا، مش عندكم تتكلموا بطاله ماليه البلاد وهنا كانوا تلعبوا فيها يلزمكم تتكلموا خاطر القصرين جابت الثوره. وقت شوفوا جماعه الشمال مش عملوا جماعه الشمال. اي بلاد في العالم اي ثوره تصير سيدي كان من الجنوب، راكم انتم اصحاب الفضل على البلاد هذه. لازمكم تتكلموا وراو العباد كل معكم. ثم مره حادثه صارت للزعيم لحيب بورقيبه وقت جا ياسر عرفات فهمتي ولا والحكومه تاع فلسطين جاوا قالوا يرحم والديكم نطلب منك انت سياده الرئيس، نطلب من رؤساء العرب الكل، نطلب منكم باش تمدوا لنا بيد المساعده. لا الرؤساء الكل قالوا داشين، جا الزعيم بورقيبه قال لهم يا شعب يا فلسطين راني ما نمدلكمش المساعده، يلزمكم انتم تو اول حاجه تعملوا حاجه بيدكم، توريونا حاجه، توريونا انتم ايش عملتوا باش احنا نزيدوكم. نعينكم احنا لوجستيا ومعنويا وماديا، اما انتم تقعدوا مكتفين يديكم تخلينا نعينك، ايش نعينك؟ انتم اصحاب المشكله صارت لكم انتم. ما يندب لك كان ظهرك، اما انتم كنت سنه في الحكومه شو الوزير ما جاش بهذاك ما جاش وبعده كيف العاده والله العظيم انت ترجع الحكايه هي وترجع كي العاده وشيء ما صار سيدي. وبخصوص الحكومات او عندنا برشا احنا اسلاميين وفهمت ولا وجماعه اللي يدعوا الاسلام ولا كامل شبوا لي سيدنا عمر وسيدنا عمر بن عبد العزيز. ليش سيدنا عمر بن عبد العزيز بقى جعان ديما جعان ديما باش نقطع واحد لا يعين في البشريه. يا اخي الاسلاميين جاوكم عانوكم، الحكومه الاسلاميه اللي شدت تونس جاتكم سخفوا عليكم عطاكم بطاطن ما عطاكم حتى شيء. يا ودي راهم هذوما خاطين الاسلام، راهم هذوما عاطيهم يركشوا برا في السلطه. يلزمكم تفيقوا على روحكم، وراكم يا ودي راكم في مفترق الطريق، يا تحبوا تتقمصوا دور ديما الضحيه وراكم مش تقعدوا ديما ضحايا، يا باش تتكلموا وما تسطوش. يلزمكم ما تسطوش، يلزمكم تروحوا حل، والا راكم سيف هذا القصري. وهذا مش كان القصري برك، احنا بيد حتى في الساقس نعانيو في التهميش ديما صفقوا كلها ما تاخوش كلها تسفر القفقه كلها فهمتوا ولا خايفين، كلها بتكون خايفه. يزي يا ولدي يزي الساقس تاكل في العصر، تونس تاكل في العصر، المستير تاكل في كلها تاكل في العصر، وكمشة والحكومه شنو هي الحكومه فيكم عليكم كمشة ارستقراطيين جاوا البراشيد شدوا زيهم الامور. شكون هما؟ شو تاريخهم؟ ايش عملوا للبلاد؟ كيفاش تحب انت يحس بيك اللي انت جيعان وانت فقير واحد او شيء وهو ما جاعش، كيف يقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. ايش بيكم فيكم ارواحكم؟ يا ودي راهو مشكلتكم انتم تحلوها، ومشكلتكم انتم بفيدكم مشكلتكم. راهو اذا كان ما تعرفوش ارواحكم راه لا يخلقكم حد. وانا قلت لكم انا وضامني مرتاح، انا تونسي ومخلص في وقت الماء والضوء
وبطاقه عليه فيها تونسي ونتكلم، هاي بدينا احنا الصفاقسه وعايشين بالعذاب. اما احنا ما نكلموش، فهمت؟ تم شعب تخاف. فهمت؟ كل الاحزاب هذه كل واحد جاي في حزبه، جاي شي واحد حط قصريني فهمت ولا حطه في بوست. يجي النهضه تحط لك كمشه اسلاميين فهمت ولا يعلم الله اللي جابتهم، النداء تحط لك كمشه معاه الاحزاب، يا سيدي سيدي الحزب الحر عندهم فلوس في ما جاكمش، الاسلاميين يجوا ما جاكمش، ما يجيكم حتى حزب، يجوا يتشمتوا فيكم ويضحكوا عليكم. كم كوا ساخفين عليكم باش ياخذوا عاطف العباد وبعد انتم ما صاروا حتى شيء، صار لكم مره صار لكم فيضان غرقتوا العباد الكل وبعد صار لكم انساوا الحكايه وما زلتوا تاكلوا في العصا. ما زلتوا تاكلوا في العصا، يلزمكم تقفوا لوحدكم. هذه فرصتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم مروان البرنس الصفاقسي.